سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. فكما كتشوفوا معايا في الفيديو هو عباره عن اكله اللي عزيزه على واحد اليوتيوبرز اللي معروفه بزاف اللي هي اكرام بيلانوفا. فهي اكله اللي هي فليفلات معمرين بالرز والكفته، كتجي لذيذه بزاف. كما في امكانكم تعمروهم باش ما بغيتو يعني تستغناو على الكفته، فكيجيو لذاذ بزاف. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كنحتاج كميه من الكفته معطره، عندي رابعه تقريبا. كنحتاج زلافه ونص بالضبط ديال الرز، ما سلقتوش تماما يعني فقط 70% حيت غادي يكمل الطياب في الكوكوط. كنحتاج تقريبا 4 المعالق ديال الزيت ولا نصف كاس. وكنحتاج 2 معالق كبار ديال المعدنوس، معلقه صغيره د البزار، راس معلقه صغيره السودانيه، معلقه كبيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال التحميره، وجوج فصوص ديال الثوم ممعوسين. وكناخذ شويه من ديك الثومه وكنخليها للرز هي وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وعندي كميه من الفلفله الملونه، كما في امكانكم تعمروا حتى الفلفله الخضراء يعني العاديه في امكانكم، ماشي مشكل. وعندي 6 الحبات ديال المطيشه محكوكين. وكنحتاج كذلك صلصه الطماطم، كما في امكانكم تعوضوها بمطيشه ديال الحك، مطيشه الطماطم المصبره. فانا غادي نوريكم اول حاجه كيفاش حليت الفليفلات ديالي. فاول حاجه كناخذ الموس، فقط الراس ديال الموس، يعني ما ندخلش الموس حتى للفوق حتى للداخل، غير بالراس. وكنبقى كندوز يعني كنفتح فيها غير الراس، ما ندخلش الموس حتى للداخل، حيت الا دخلناه حتى للداخل غادي تهرس لينا الفلفله وغتضيع يعني المنظر ديالها. فكنبقى غادا بشويه بشويه حتى كنكمل الدوره كامله. هنا مازال ما كملتش الدوره، داكشي علاش ما بغاتش تفتح بسهوله، كيتحابني كملتها. فانا غادي نكمل وكنفتح يعني كتزول بداك الزريعه ديالها الدخلانيه، ما كيبقى حتى حاجه. وانا غادي نحاول نحيد دوك الخيوط او دوك الشعيرات اللي تيكونوا لداخل، دوك الجذوره اللي ديال داك الغطاء، غنحاول نحيدهم ونسوسها تماما من البذور ديالها، ما تبقى فيها حتى شي حاجه ديال الزريعه ديالها. فهما كيتحيدوا بسهوله، يمكن نحيدوهم بيدينا ولا نحيدوهم بالموس، فكيتحيدوا بسهوله يعني ماشي شي صعوبه كبيره. كنحيدهم مزيان، نخويهم تماما، يعني ما نخلي فيها حتى شي حاجه. اصلا هذوك اللي كيكونوا في الجنب هكاك بويض الا بقاو كيطلقوا واحد شويه ديال المروره، من الاحسن اننا نحيدوهم. فانا خويتها غادي نحطها على جنب وناخذ الغطاء، حيت انا الغطاء كنحتفظ بهم حيت كنردهم ملي كنعمر الفليفلات كنرد الغطاء. فانا غادي نحيد لها داك القلب ديالها، غادي نحيدو ونحاول حتى هي تماما نحيد منها داك البذور ديالها، حيد داك الزريعه كلها، نقيها مزيان. من بعد ما كنكمل التنقيه ديالها، فاول حاجه كنبدا بها هي كناخذ الطماطم ديالي اللي سبقت وذكرت 6 ديال الحبات محكوكين، وكتبقى كذلك الكميه على حسب افراد العائله. كنضيف المعدنوس والتوابل اللي سبقت ذكرت، الثومه والتحميره والبزار والسودانيه والكمون، كنضيفهم. كنضيف الكميه ديال الزيت تقريبا نصف كاس. كنضيف كذلك صلصه الطماطم، ما كنضيفهاش كامله، كنضيف فقط الربع ديال داك الكاس، حيت غادي نقسمو يعني مازال غادي نستعملو 3 ديال المرات، 2 المرات باقي اللي غادي نستعملو. كنديرها فوق البوطه باش تشحر مزيان، كنمزج العناصر يعني بسباتول، كنحرك مزيان، كنخليها فوق البوطه تشحر ليا مزيان، يعني تشحر حتى كتنشف من داك الماء ديالها اللي ديال المطيشه، ما كتبقاش فيها الماء. كندير لها الغطاء ديالها
وكنخليها تشحر مزيان في البوطه. وفي اناء كندير الكفته ديالي اللي سبقت وقلت لكم معطره، اللي كيشريها ما معطراش يعطرها. وكنضيف الزلافه الاولى د الروز، وكنضيف شويه ديال الثومه والبزار والتحمير وشويه ديال البزار والثومه والملحه. وغادي نضيف الزيت، فاللي بغاها تجي حمرا اكثر في امكانه يضيف يعني البابريكا او الفلفل الاحمر. اللي بغى يضيفها يضيفها، يعني الفلفل الاحمر يبغى اللون ديالها يجي احمر اكثر. يعني انا كنفضلها ما حمراش بزاف، كنبغيها فقط هكا، وملي كطيب كتجي اللون ديالها فاتح. فانا غادي نخلط، من الاحسن اننا نستعملوا يدينا في هذه المرحله. فخلطت الكميه ديال الزلافه الاولى وغادي نضيف يعني نصف الزلافه الثانيه، ما كنضيفش الزلافه كلها، فقط نصف الكميه. وغادي نمزج مزيان. من الاحسن اننا نستعملوا يدينا، فكما ذكرت كتحسي بان الكفته والروز امتزجوا مع بعضياتهم مزيان وتخلطوا مع بعضياتهم مزيان. من الاحسن كنمزج مزيان العناصر. وكنضيف شويه من صلصه الطماطم. كي قلت لكم انا صلصه الطماطم قسمتها لثلاثه ديال الاجزاء. استعملت شويه في الصوص طوماط، واستعملت شويه مع الرز، وتباقي غنستعملو مع الفلفله. فكناخذ الفليفلات ديالي وكنعمرهم. فكما كتشوفوا كنعمرهم، نحاول نضغط بصبعاني مزيان باش تدخل الروز والكفته لداخل، يعني ما يجيش ما يبقالناش الفراغات. كنحاول باش ياخذوا الشكل ديال الفلفله من الداخل. كنضغط عليهم مزيان، كنعمر كاع الكميه اللي عندي كما كتشوفوا معايا. وديما انا كنقول لكم بان راه الكميه كتبقى على حسب افراد العائله. يعني وانا شويه عندي هاد الفليفلات كبار، راه بعض المرات يكونوا الفليفلات صغار، تقدر يشيط لكم، تقدر يجيكم اكثر من هاد الحبات ديال الفلفله. فكتبقى الكميه على حسب افراد العائله وعلى حسب حجم كذلك الفلفله، يعني واش كبيره ولا صغيره. فانا عندي هاد الفلفلات تبارك الله ما شاء الله كبار يعني كبارين شويه. فكنحاول نكمل، يعني اللي ما عمريش مزيان كنزيد نضيف لهم. فانا كملت الكميه ديالي كامله. فغادي ناخذ كوكوط، كما يعني يمكن لكم تستعملوا الكوكوط كما في امكانكم تستعملوا عاديه طنجره فقط، طنجره فقط كتحطوا عليها الغطاء. يعني ماشي ضروري طنجره الضغط. فكندير فيها شويه ديال الزيت وكنستف الفليفلات ديالي وكندير عليهم الغطيطيات ديالهم. يعني هاد الغطايات كيضيفوا جماليه في المنظر ديال الطبق، وكذلك كيجيو مزيونين. وكذلك كيحميوهم من ان الماء ولا البخار ينزل على داك الرز، باش ما يخليش داك الرز يفزق والكفته تفزق لينا. كذلك كيحميو من ان الماء فاش كنحطوا الغطايه، البخار ديال داك الماء اللي كيطلع مع السقف ديال الغطايه ما يهبطناش على الفلفله. يعني الغطيطيات ديال الفلفله كيحميوهم من ان الماء يدخل للروز ويولي لنا داكشي معجل لداخل. فكنضيف كميه ديال الماء، الكميه ديال الماء ما نوصلوش للماء يعني حتى الفوق، فقط حتى يعني غير حد النص، باش ما تقصناش الرز بالماء. فقط القياس فين طيب لنا الفلفله. فانا هذيك اضافه كناخذ شويه من الصلصه ديال الطماطم اللي كنت هنا راه مازال ما تشحرات ليش مزيان، كناخذ وكنضيفو في الكوكوط وفي الماء مع الماء وشويه ديال صلصه الطماطم المتبقيه اللي كنت ضفت، وكنضيفو في الكوكوط مع الفليفلات. وغادي نردهم فوق البوطه وغادي نخليهم يطيبوا تماما حتى نحس بالفلفله ديالي طابت، يعني
والكفته اللي لداخل كطيب حتى هي. فكما كتشوفوا الصلصه ديالي لاصوص طوماط يعني هي تشحرات مزيان. باش كنعرفوها تشحرات يعني فاش كندوزو سباتول الملعقه الخشبيه ما كنلقاوش الماء، يعني بتاتا ما كيبقاش فيها الماء، تما كنحيدوها وكنطفيو عليها البوطه يعني صافي ما يعني راها واجده. وكذلك الفلفله ديالي حتى هي راها وجدات، الكفيته طابت كلشي مزيان. وكي غادي نقلب الفليفلات فغادي نشد الموس وغادي نحشيه لتحت يعني في الفلفله، وغادي يدخل لي بسهوله، تما غادي نعرفها بانها طابت مزيان وصافي. وكنقدمها كنقدمها بهذه الطريقه. وكيبقى التقديم حسب الذوق وحسب الرغبه ديال كل واحد. فانايا كنخوي 4 ديال المغارفات جاوني على شكل فراشه وكنهز الفليفلات ديالي بشويه، نحاولوا كيفاش ما نهزوهمش بالجهد ولا نزدحوهم باش ما تكسرناش، حيت الفلفله راه طايبه مزيان يعني الا زدحناهم غادي تحل الفلفله وغيضيع المنظر. فكنست في الفليفلات ديالي وكيجي المنظر ديالهم زوين. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وبالصحه والراحه.